صلوا صلوا صلاتين على الهادي نور العين، أبي فاطمة الزهراء جد الحسن والحسين. صلى عليك الله يا خير الورى تعداد حبات الرمال وأكثرا، صلى عليك الله ما غيث هما. السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا رب تكونوا بخير، وحلقه جديده معاكم النهارده ان شاء الله، وحلقه بسيطه من مشتريات المدرسه. احنا مش جمعنا كل المشتريات، وهنتكلم دلوقتي ليه مش جمعنا كل المشتريات وليه مش اشتريناهم مره واحده. بس قبل ما ندخل ونشوف احنا طبعا اشترينا ايه، لو بتشوفوا القناه بتاعتنا لاول مره ما تنسوش تشتركوا وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. والحلقه النهارده انا عملتها بناء على طلب حبيبتنا تقى. يا رب يا تقى تعجبك الحلقه، لان بصراحه يعني مشتريات المدارس ديت انا مش بشتري الحاجات كلها مره واحده، فاتمنى ان الحلقه تعجبك. وهقول لكم ايه هدفي دلوقتي، ان انا ما بشتريش الحاجه مره واحده. يلا بينا بقى على بركه الله نشوف الحاجات اللي احنا اشتريناها وايه اللي معانا من السنه اللي فاتت ما اشتريناهوش. اول حاجه يا جماعه هنعرضها معاكم، والله هتعرضها شهوده. كتبات ادم، كتب الحضانه، كتب للحساب، وكمان كتب للحروف الهجائيه، وكتب للانشطه. طبعا هو لسه 4 سنوات وكام شهر، فبيتعلم بقى القراءه والكتابه. كتب مثلا لون واقرا، وكتب ادم كلهم ب40 جنيه. مش احنا اللي بنشتريهم، لكن احنا بندفع ثمنهم للحضانه، والحضانه هما بيسلموا الكتب بتاعته علشان كده يتعلم القراءه والكتابه بشكل صحيح والنطق الصحيح. اول حاجه كتب ادم، طبعا جبنا له كراسات 9 أسطر. كمان جبنا نص دستة كراسه 9 اسطر علشان خاطر ادم. طبعا الكراسات انواع واسعار، فبرضو الحاجات ديت انا معرفش سعرها بالظبط لانه زيجي اللي جابها. الحضانه مش بيستهلكوا كراريس كتير، وخاصه ان هو لسه صغير، وما شاء الله خامه الكراسه كويسه. وكمان نص دستة مربعات علشان برضو المسائل والارقام. نص دستة كفايه لطفلك في الحضانه، لكن لو عندك حد رايح مثلا الابتدائي ولا ابتدائي ولا حاجه، جيبي دستة كامله مربعات ودستة كامله 9. جبت علبتين، العلبه فيها 12 قلم، او دستتين الدسته فيها 12 قلم. ده قلم نوعه كويس جدا، من جيلسي، اللي هو بتوع الالوان اللي احنا بنسميهم بلاستيك يعني، لكن خطه ما شاء الله جميل جدا. يومها حتى لما المكتبه اللي اشتريت منها قال لي دوت خطه جميل وخطه واضح، وهو فعلا خطه كويس جدا. وطبعا زي ما انتم شايفين هو القلم جاي مبري وفي استيكه من ورا، وهو لونه اسود بقى من بره ومن جوه زي ما انتم شايفين. وطبعا الاقلام ديت هتنفع الولاد اللي هم في سنه ثالثه، لانهم لسه بيكونوا بيكتبوا بالقلم الرصاص. فانا جايبه دستتين علشان ان شاء الله كده تقعد شويه، يعني نامل ان هي تقعد شويه، لان الولاد لهم كل يوم قلم، عكس البنات ما شاء الله عليهم بيحافظوا كويس على حاجتهم، لكن الولاد كل يوم قلم تقريبا كل يوم لو طايلين كل يوم كراسه ماشي يعني. دي طبعا يا جماعه قلم شهد، ما تتكلمي يا شهد. القلم دي معاكي من امتى؟ من السنة اللي فاتت. دي قلم شهد يا جماعه من السنه اللي فاتت. لسه بقول لكم ان البنات بيحافظوا على حاجتهم. احنا بنخلص الدرس او بنخلص المدرسه، شهد بتعين حاجتها وبتعين قلمها، يعني ما شاء الله القلم معاها من السنه اللي فاتت، وكمان علبه السنون بتاعه القلم الرصاص. وكمان وده يا جماعه كمان شويه حاجات بسيطه كده. معانا 6 اقلام الوان، ال6 دول القلم منهم ب1.5 جنيه. فبصراحه دي من الحاجات اللي كويسه جدا، اللي الولاد بتشجعهم ان هم يكتبوا بخط جميل، واحنا نفضل نقول لهم بقى زين الكراسه بتاعتكم علشان يكون شكلها حلو. ففي منها 6 الوان كده زي ما انتم شايفين، وما شاء الله سعرها كويس، يعني القلم ب1.5 جنيه. فدي برضو من الحاجات اللي احنا بنجيبها كل سنه. معانا علبه الوان خشب، العلبه ديت ب6 جنيه، فيها 12 لون. احنا بنحب نلون بالالوان الخشب. عندي الاولاد ما بيحبوش الفلوماستر، فانت لو عندك الولاد بيحبوا الالوان الفلوماستر تقدري تجيبيها، فهم مش بيحبوها علشان بتطبع في ظهر الورقه بتاعه الرسم او كراسه الرسم. زي ما قلت لكم ديت كان سعرها 6 جنيه، معلش 6 جنيه، وال6 الوان منها فيها 6 الوان منها بسعر 3 جنيه. جبنا كمان قلم كوليكتور دوت علشان لو مثلا بنوتك او ابنك وهم بيكتبوا بالقلم الجاف غلطوا، نقدر ان احنا نضغط بالقلم الكوليكتور دوت بيدار الكتابه الخطا، ويقدروا ان هم يكتبوا بطريقه صحيحه. جبنا برايات، البرايه اللي هي على شكل بطه دي ب1.5 جنيه، والبرايه اللي هي الصغيره دي ب1 جنيه.
فطبعا انت بقى جيبي حسب الحاجه اللي انت عايزاها او الاسعار اللي انت عايزاها. في اغلى وفي كمان برايه بنص جنيه، وفي اغلى من كده، في برايه ب5 جنيه و6 جنيه و15 جنيه، حسب ما انت بقى امكانياتك امشي عليها. جبت كمان قطر، بس القطر ده بصراحه بخليه معايا انا، مش بسيبه في للولاد خالص. بستخدمه برضو في بري الاقلام، لان البريات ما بتقعدش مع ولادي حاجه، بيضيعوها على طول. فانا بخلي القطر معايا انا ببريهم، يعني اللي يعوز بيبري ببريله بعد كده. يلا بينا نشوف معانا ايه تاني. كمان جبنا دستة كراريس مسطرة الشهد والولاد برضو للدروس، واللي يتبقى ان اتبقى من هنا لحد دخول المدارس اتبقى، ما اتبقاش احنا بنشتري تاني على يعني يوم دخول المدرسة، قبلها بيوم او يومين 3 كده ونروح شاريين. دي دستة كشاكيل دول لشهد، علشان هي مسطر طبعا 6، لان هي بتعوز في الدروس الكشاكيل، غير الولاد اللي هم الصغيرين اولى وثانيه وثالثه، دول بيعوزوا كريس اكتر، لانهم كده كده بيقطعوها على طول. يعني لو اديناهم كشكول مش هيلحقوا يخلصوه، وهيقطعوا الجلده من بره وهيبهدلوا الكشكول اللي معاهم. فالكراسات لهم اسهل، بيخلصوها بسرعه وبتفضل يعني على الاقل وقت اطول من محافظه على نفسها يعني معايا. وادي يا جماعه كمان دستة كشاكيل انجليزي، ما شاء الله خامتها برضو كويسه. ده هنخليها بقى ايه من بدايه رابعه 5 6، لكن الاولاد الصغيرين اللي هم في تانية او تالتة او اولى هنديهم الكراريس، لان الصغيرين مش بيحافظوا على حاجه قوي. فهنسيب دول اللي هم من بدايه رابعه و5 و6. ما شاء الله خامتهم برضو كويسه. ولو احتاجنا في خلال السنه الدراسيه ان شاء الله ممكن نجيب، لو احتاجنا نص دستة تاني ولا حاجه. يا جماعه كتب الولاد طبعا احنا جايبين من كل حاجه 2 فدعواتكم كده ربنا شهد بتضحك على اخواتها. ربنا يا رب يصلح لي حال في ولادي يا رب، وولادنا جميعا، ويهديهم ويجعلهم ذريه صالحه يا رب. جايبين 2 كتاب لغه عربيه ودين، ده كتاب قطر الندى. طبعا احنا بنجيب الحاجه على طلب المدرس اللي هم بيروحوا عنده. المدرس اللي هم بيروحوا عنده بيطلب كتاب قطر الندى، فاحنا جايبين 2 عربي، وطبعا كمان جبنا 2 حساب، ربنا يسهل كده، منهج الحساب بتاعهم او الرياضيات يطلع سهل عليهم ان شاء الله. جبنا 2، وكمان جبنا 2 انجليزي. وطبعا زي ما انتم شايفين الولاد بيروحوا يختاروا الجلاد اللي على مزاجهم. الولاد بيجيبوا لهم بنتين وسبايدر مان، واللي هو عليه العربيه ده اسمه ايه يا شهد؟ بنزين. فده بنزيم، والتاني بنزيم على الكرتون يعني. فهم الولاد بقى بيختاروا الشكل اللي هم عايزينه. واخر حاجه معانا شكل سبونج بوب. طب ده مش شكل الكتب، احنا من المكتبه اللي بنشتري منها الكتب واحنا واقفين بنقول له جلد لنا الكتب، علشان برضو نفضل محافظين عليها. ما ينفعش ان احنا نجيب كتب الولاد خاصه الابتدائي من غير ما نجلدها. يعني مش هيعدي اسبوع هتلاقي الجلده اتشالت ونص الكتاب اترمى، لكن الجلده زي ما انتم شايفين بتفضل محافظه عليهم. دول كتب سنه 3. ندخل بقى على كتب سنه 6. وادي طبعا كتب البنات زي ما انتم شايفين كيوت خالص، وعليها مين يا شهد؟ عرفونا باصحابك اللي على الكتب. صوفيا الاولى برضو هي بتروح تختار اشكال جلاد على مزاجها، بنوته بقى عايزه اشكال على مزاجها. كتب العربي وكتب الدراسات الاجتماعيه وكتب الرياضيات وكتب الانجليزي. بتورنا المنهج هنشوفه بعد كده ان شاء الله. فدي المشتريات بصراحه، بس اللي هي باباها خد شهد وراح اشتراها. وزي ما قلت لكم احنا ما بنزنقش نفسنا بصراحه، ما بنشتريش كل حاجه مره واحده علشان هنجيب ميزانيه. ودي يا جماعه كمان شنطه بنت اختي، زي ما انتم عارفين انا قلت لكم ان انا مش هشتري شنط. فاختي اشتريتها ب 220. فانت وشطارتك بقى، لانها شافتها في محل تاني بتقول لي واحده اشتريتها قدامي ب 180، فكنت هرجع دي. فانت وشطارتك فصلي بقى. بس هي ما شاء الله خامتها كويسه، ودي نفس الخامه اللي انا كنت جايباها لاولادي السنه اللي فاتت او اللي قبل اللي فاتت كمان. فما شاء الله بتعيش، وكمان مليانه سوستات. فيها كام سوسته بقى؟ دي السوسته الكبيره اهي. ودي كمان يعني هنا ما شاء الله سوستتين كبار قدام بعض، فاولادك بقى ينظموها حسب ما انت عايزه او حسب ما هم عايزين. وقدام هنا في اللي هي الرفعه دي تحتها كمان سوسته اهي، تحتها كمان سوستتين، سوسته اهي والسوسته التانية اهي. اهي زي ما انتم شايفين كده. ارفعي دي اهي، شوفوا بقى تحتها كمان اهم ما شاء الله سوستتين. على فكره هتنفع في السفر جدا يعني تشيل.
اهي سوستتين كمان تحت الرسمه اللي هي فوق دي، وكمان فوقها سوسته اهي صغيره. وحط لنا كده نظام بوصله كده، منظر برضو مديه منظر للشنطه شكلها حلو. وكمان تحت هنا سوستتين تانيين اهي. دي سوسته بقى ممكن سوسته يحطوا فيها الاقلام والاساتيك مثلا، يحطوا فيها مصروفهم. السوسته اللي وراها فيها السندوتشات او المقلمه. وما شاء الله برضو واسعه من جوه، يعني كويسه جدا يعني. ودي يا جماعه الشنطه اهي من الجنب، فيها كمان جيبين. الجيبه دي تحط فيها بقى زمزميه الميه او ازازه الميه، فما شاء الله يعني. وفيها في منها الوان كتير، فانت اللون اللي انت عايزاه. وكمان على فكره انا جايبه شنطه لابني بس هو راح بها الحضانه، الشنطه ب55 جنيه بس. بصراحه يعني ديت عايزه حضانات يعني، وكمان مش مشاوير يعني. الحضانه عندنا في البلد، فانا مش حبيت ان انا اجيب له حاجه غاليه قوي. لكن لو بقى مواصلات والحضانه بعيده عنك ومشوار ابنك هيفضل شايلها ورا ظهره، يا ريت طبعا انت تجيبي له نوع كويس. ودي كانت مشتريات بسيطه يعني. اتمنى ان انا اكون فدتك يا حبيبتي حتى لو افاده بسيطه، لان بصراحه زي ما قلت لكم انا مش بجيب الحاجه كلها مره واحده. ودي كانت حلقتي، اتمنى ان هي تعجبكم، واترككم في رعايه الله مع لقاء تاني. وطبعا ما تنسوش المساطر، ما تنسوش بقى الحاجات اللي هي في حاجات تانية يعني.